قديما كان إذا نزل الهم بالعربي الحر ركب ناقته وأخذ زاده واختلى بنفسه في الصحراء، لأنه جمرة متوقدة لا ينتظر أن ينفجر في مكانه، فهو لا يقبل الضيم على نفسه. فكيف لو توسده ظلم الظالمين؟ أفيقبل؟ يذكر أحد الكتاب علاقة الشعر القديم بمصطلحات العزة والكرامة فيقول: ومن يطالع الشعر العربي القديم يعرف كم كان للعربي من أنفة وإباء وعزة نفس، فهو يأبى الضيم ويرفض الظلم أو الاضطهاد وينكره على نفسه وربما على غيره أيضا، فلا يقبل الضيم ويرتضي به إلا كل ذليل النفس خسيس الطباع، وإذا احتمله صار عاجزا لا يرجى منه دفع ملمة أو النهوض بمهمة. وهذا يذكرنا بقول الصحابي عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم لامية العرب فإنها تعلمهم مكارم الأخلاق، وهي التي فيها: وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول، أي حتى وإن غلب الجوع قدرتي على احتماله سوف أتناول التراب، وهو أحب عندي من منة الناس وتطاولهم علي. طبعا لسنا بصدد الحديث عن قوميتنا العربية أو الجدال عن سيادتها لصرح الأخلاق، إنما لنقتبس من حكاية بدأت ثم جاء تهذيبها على يد الإسلام. العزة من أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام وغرسها في أنحاء المجتمع وتعهد نماءها بما شرع من عقائد وسن من تعاليم. فرض على المسلم أن يظل منتصب القامة مرتفع الهامة، لا تدنيه حاجة ولا تطويه شدة. قد تخاف على رزقك فتذل نفسك، والرزق والأجل هما ما يدفع الناس لإذلال أنفسهم، لكن تذكر أن الله قد قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعا. يقول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أنت كمسلم لم تخلق يوما للسفالة والذل والمهانة، أنت الاستثناء الوحيد في هذا العالم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إن ترفعت في أساسياتك الكبرى كالعبادة والاتباع، فكيف بما دون ذلك؟ طيب، ما هو السبيل للعزة؟ عندما أوصى الإسلام المسلم بالعزة هداه إلى أسبابها ويسر له وسائلها، وأفهمه أن الكرامة في التقوى، وأن السمو في العبادة، وأن العزة في طاعة الله. لما تقرأ قول الله: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، تدرك يقينا أن العزة قد أصبحت في جناب الله والالتجاء إليه وحده. فمن ذل نفسه لسفاسف هواه فليصلح خلل جذره. المؤمن ترتقي به عزة نفسه عن أن يرضى بالقليل ويقنع به. روحه تواقة دائما إلى العلا حتى ولو خالطتها المرارة. إلهك اللات والعزى يا بلال، وبلال عبد حبشي مستضعف ملقي على ظهره في بطحاء مكة، والسياط تنهش جسده. يصرخ بلال: ربي الله أحد أحد، ولو أعلم كلمة أحفظ لكم منها لقلتها. كلمة واحدة بارز بها بلال مواليه، كان قد تشرب عزة علا بها على كل هذا الطغيان. إن قدر الله عليك بحاجة فاعلم أن القضاء يصيب العزيز وله أجره، ويصيب الذليل وعليه وزره. فكن عزيزا ما دام لن يفلت من محتوم القضاء إنسان. من عز بالأقوام ذل بذلهم، ومن عز بالرحمن ظل عزيزا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. السلام عليكم.